السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى صحيت من النوم كده، فقُلت إيه بلاش نفطر الفطار التقليدي، خلّينا نعمل حاجة إيه كده تانية مختلفة، وبصراحة كان نفسي في هريسة الذرة أوي، اللي هي أصلًا البسيسة، تمام؟ فقُلت إيه هاعملها سريعًا كده نفطر بيها، بدل ما خلاص بقى زهقنا من الجبنة والبيض والكلام ده كله، فخلّينا نغيّر شوية ونعمل حاجة تانية. بس، فحطيت هنا إيه بقى، حطيت كوباية ونُص من الدقيق الأبيض، وحطيت كوباية ونُص من الدقيق الذرة الأصفر، تمام، في عندِك نوعين من الدقيق الذرة، دقيق ذرة أبيض ودقيق ذرة أصفر، خلاص، الأصفر بيبقى شكله كمان في الكيكة بيبقى شكله حلو أوي، خلاص، براحتك بقى ده اختياري، اللي أنتِ بتحبيه هاتيه، خلاص، فحطيت كوباية ونُص من الدقيق الأبيض، وكوباية ونُص من الدقيق الذرة، نخلتهم الاتنين كويس جدًا. وحطيت عليهم كيس من البيكنج باودر بما يعادل الكيس يعني، فأنا حطيت معلقة كبيرة، تمام، أنا باستخدم اللي هو البيكنج باودر اللي هو بيرس داف، تمام، ده إماراتي أصلًا، تجيبيه من عند أي حد بتاع مستلزمات حلواني، خلاص، قلبت كل المكونات الجافة دي مع بعض، وحطيت كمان عليهم معلقة من اللبن البودر، وحطيت ذرة من الملح، وركنت بقى المكونات الجافة بتاعتي دي على جنب لغاية ما نعمل الخليط بتاع هريسة الذرة أو البسيسة، تمام. بتبقى حلوة جدًا ومفيدة جدًا لإن فيها دقيق ذرة. فحطيت هنا بقى جِبت الخلاط بتاعي، حطيت كوباية من الحليب، ونُص كوباية من الزيت، تمام، وحطيت كوباية وربع من السكر، وممكن تستكفي بكوباية واحدة بس، بس أنا باحبها مسكّرة شوية، خلاص، يعني كوباية هتكفّي هتبقى حلوة جدًا في الكيكاية دي، وحطيت بيضاية واحدة زي ما أنتم عارفين أنا ما باحطش بيض كتير في الكيكة، وهنا كان عندي بشر برتقان أنا منشّفاه، فحطيت منه عشان تدّيني نكهة البرتقان في الكيكاية بتاعتي، تمام، وحطيت شوية صغيّرة من الفانيليا، تمام، بما إن هي أساسًا نكهة بشر البرتقان بتاعي، بشر قشر البرتقان هيدّي الريحة اللي أنا عايزاها، وهيلغي كمان ريحة البيض خالص، وهيدّيكِ نكهة حلوة جدًا، جدًا، يعني قشر البرتقان لمّا تيجي تاكليه، اغسلي البرتقانة من برّه كويس جدًا، وابدئي إن أنتِ قشّريها بقشّارة البطاطس رفيّع أوي، بلاش في القشر الأبيض ده فيها، ونشّفيها في الفرن، وابدئي اطحنيه في المطحنة بتاعتِك العادية بتاعة الخلاط، هيطلع معاكِ تحفة جدًا، 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 وكمان ريحته في الكيكات بتبقى رهيبة، ممكن تستغني يعني لو هو عندِك في البيت ممكن تستغني عن الفانيليا دي نهائي، بيخلّي كل كمان نكهة الحاجة كلّها ريحتها برتقان وبيضيّع زفرة البيت تمامًا، بتبقى ريحتها قوية جدًا وحلوة جدًا، تمام، فحطيت بقى الخليط بتاعي ضربته كويس، كويس في الخلاط وحطيته على الدقيق الموجود عندي، بُصّوا القوام كده، أنا عايزاه القوام كده مش أكتر من كده، جِبت الصينية بتاعتي دهنتها بالزيت وبطّنتها بالدقيق، علشان أنزل بالخليط بتاعي وعلشان كمان ما تلزقش معايا في الفرن. وكان بصراحة كان نِفْسي فيها جدًا، فقُلت لأ والله لا أنا قايمة الصبح هاعملها وخلاص بقى هنفطر بيها وبتبقى كمان أنا عندي جوزي ما بيحبهاش على فكرة، يعني ما بيحبش أي حاجة فيها دقيق ذرة، بس هي صحّية جدًا، جدًا، جدًا وأنا باحبها أحلى من الكيكة العادية، يعني أنا بقى ممكن آكلها أكتر من الكيكة العادية، بتبقى بالنسبة لي أنا مُريحة كمان، حلوة، حلوة، حلوة وطعمها حلو جدًا، جدًا، جدًا كمان، حتى لو قعدت يعني كذا يوم ممكن آكلها عادي ما بتفرقش معايا اللي هي نشفت أو ما نشفتش لأ، باكلها عادي. بس، فنزلت بالخليط بتاعي بقى في الصينية، وكنت في الوقت ده مشغّلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 علشان أخُش بصينية الكيكة على طول، علشان لازم الفرن ولا يبقى سخن أوي، ولا يبقى اللي هو لسه أنتِ ما ولّعتيهوش ولسه بتبدئي تشغّلي، تمام، عشان الكيكة بتاعتِك كمان ما تهبطش منِّك، يبقى كل حاجة تمام. جِبت الخِلّة بقى علشان أطلّع كل فقاعات الهوا اللي موجودة في الكيك، علشان ما تفتحش الكيك منّي من فوق وتبقى شكلها مش لطيف. فجِبت كده السمسم بتاعي ورشيته، ويُفضّل إن هو يكون سمسم أبيض، بس أنا ما كانش عندي فاستخدمت السمسم اللي هو الأحمر العادي. بيبقى كمان شكله على وش الكيكة حلو، وطعمه كمان في الكيكة حلو جدًا. يعني أنا باحبه في هريسة الذرة جدًا. بس زي ما قُلت لكم بقى كنت شغّلت الفرن، وحطيت الكيكة بتاعتي، وطلعت الكيكة بالجمال ده، تحفة، 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 وكان طعمها والله جميل جدًا، 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 وهشة وحلوة جدًا، يعني مش هبطانة ولا سفطانة ولا الكلام ده كلّه لأ، حلوة وكمان طعمها حلو جدًا في الفطار، حلوة جدًا كمان للمعدة، علشان زي ما قُلنا فيها دقيق ذرة،
بصوا الكيكه كانت سخنه، المفروض اصلا ما تتقطعش وهي سخنه، بس احنا كنا عايزين نفطر زي ما قلت لكم ومستعجلين بقى، فقلنا لا خلاص يلا نقطع بقى ونفطر على طول. عملنا الشاي بلبن وحطينا الكيك وفطرنا كده وحمدنا ربنا، والحمد لله ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. تمام كده اهو، حطينا 3 كوبايات انا والولاد، كانش في حد غيرنا، وفطرنا وحمدنا ربنا والحمد لله. كان فطار حلو 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 ملوكي اهو، فطار ملوكي يا ولاد. بس كده، شاي بلبن في السريع بيبقى احلى فطار، وكمان خفيف جدا جدا جدا، مش تقيل بقى ولا دسم ولا فول ولا فلافل ولا الكلام ده كله ولا اي. بصوا الكيكه هشه تحفه تحفه تحفه. ليلي هنا كانت جايه تشتكي لي من ادم ايه وترمي بقى قصه حياتها. فاليوم ده كان عندنا بقى درس وكان عندنا تمرين في نفس اليوم، فقلت هعمل اي اكله سريعه واي غدا سريع علشان لما انزل واجي بيكونوا خلاص هم جاعوا جدا ومفيش وقت خلاص ان هم يستنوني ان انا اعمل غدا او الكلام ده كله. فروحت طلعت، كان عندي كده كيس جمبري طلعته، والجمبري علشان خاطر تتخلصي من الزفارة اللي فيه لازم تنقعيه كويس جدا في ملح وليمون علشان ما يكونش فيه اي زفرة خالص، ويبقى كده ريحته حلوة وريحة الشوربة بتاعته حلوة معاكي. جبت كده كام بطاطساية علشان اسلقهم ونعمل بطاطس مهروسة، بتبقى طعمها حلو جدا كمان مع الجمبري والسمك والحاجات اللي زي كده، بتبقى من ضمن السلطات الحلوة. وكمان قلت هعمل رز بعدس، اللي هو الرز الاسكندراني، اللي هو الكشري الاسكندراني، اللي هو الرز بعدس. احنا عندنا بنعمل ده اسمه كشري اسكندراني، بنعمله كده رز بعدس. تمام، حطيت كمية الرز، وعلشان تظبطي الرز بتاعك ما تحطيش عدس كتير، يعني حاولي ان انتي تظبطي الرز على قد العدس. بصوا شايفين بالشكل ده، ما يكونش العدس بتاعك كتير عشان ما يعجنش منك الرز. تمام، والمية بتاعة الرز اللي هو الاسكندراني ده ما بتبقاش كتيرة خلاص، علشان خاطر برضو ما يعجنش معانا. المهم بقى كنت ايه، قلت هعمل الحاجات دي كلها علشان خاطر لما ارجع من الدرس بتاعي انجز على طول، وما يبقاش ايه ورايا حاجات كتير قوي عايزة تتعمل في ثواني، حتى لو انا هشوح الرز وهرجع احط ميته وخلاص على كده. المهم ايه، صفيت الجمبري كويس جدا وحطيت له بصلايه حلوه كده وحطيت له جزرايه. وفي اليوم ده الصراحة باختار أي حاجة سريعة اللي هو إيه تنجزني، بحيث إن أنا لما أرجع ما يقولوش جعانين جعانين جعانين، فاللي هو أعمل أكلة إن هي تاخد مننا وقت أو الكلام ده كله. فانجزي يومك في إن أنتي تعملي حاجة بسيطة لو أنتي وراكي مشاوير، وفي نفس الوقت هترجعي مش هيقولولك أي حاجة، لأ في أكل وكل حاجة موجودة وتمام. هترجعي تتغدي على طول وتغدي الولاد على طول. بس حطيت طماطمايه بقى وحطيت قرن فلفل كده صغير وحطيت فص واحد بس من الثوم، بيدي نكهة حلوة قوي مع الجمبري، جربوها. وحطيت الملح وحطيت كمون وحطيت كزبرة، بس توصي حبة حلوين كده في الكمون، وحطيت رشة بسيطة جدا جدا من الشطة، بتدي برضو نكهة حلوة قوي في الحاجات دي، في كابوريا او جمبري او الكلام اللي هي البحريات دي. خلاص، وبدأت ان انا انطقها بقى اللي هو ايه، ابدأ اقلب فيها كده علشان خاطر ايه كله يتشرب من التوابل اللي احنا حطيناها، وحطيته على النار بدون اي مية او سوائل او الكلام ده كله. وبدأت ان هو ايه كل شوية بقلب، مش كل شوية يعني، مرة قلبته وسبته خلاص، وتاني مرة قلبته قبل ما احط المية فيه، وخلاص على كده. وسبته بقى كده ان هو ياخد لون وينزل ميته اهو شايفين، بيبدأ ان هو يغير لونه علشان خاطر ابدأ انا بقى ايه انزل بالمية بتاعتي، بس مش دلوقتي، لما هو ينزل ميته وهنزل بالمية بتاعتي. الجمبري ما بياخدش وقت، من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت على النار وبتستوي بسرعة جدا. هنا بقى شوحت الرز بتاعي وهسيبه لغاية ما ارجع. انا هنا كل الكلام ده كله كان قبل ما انا انزل تقريبا مش فاكرة والله العظيم بالظبط، ان الفيديو ده متسجل بقاله فترة بس مش فاكرة. ومش بيصادفني بصراحة الحظ ان انا انزل، لان لسه النت ما دخلش عندي، ففي عندي مشكلة في النت لسه. اول بصراحة لما النت هيدخل هبدأ ان انا اشارككم فيديوهات كتير، بس دلوقتي سامحوني ان انا بنزل على فترات بعيدة، لان انا لما بنزل لما بروح عند ماما، اكتر من كده مش بعرف. خلاص، والمهم سبت بقى شوحت الرز وسبته، وهرست البطاطس بتاعتي اديتها سلقة حلوة محترمة كده علشان لما اجي اهرسها تبقى تديني كده ايه الهرسة الكريمي دي. خلاص،
وحطيت هنا شوية من اللبن، وحطيت بقى الكزبرة والكمون والشطة. كان نفسي بصراحة احط البابريكا المدخنة، بس الظاهر وانا في فتح الله هي وقعت مني غالبا يعني، وانا اشتريتها بصراحة وحسبت عليها الكاشير، بس لما رجعت ما لقيتهاش. هو غالبا هي وقعت مني من الكياس غالبا يعني، على ما اتذكر. بس فالمهم هرست البطاطس بتاعتي وحطيت شوية من الزيت كمان، وكل ما هتحتاج لبن هديها شوية خلاص، عشان انا عايزاها بقى ايه كريمي خالص كده. وابدأي اسلقيها كويس جدا على النار، ما تخليهاش نص سلقة او خليها فيها جمدان، لا، اهريها على النار عشان تديكي كده القوام الكريمي بتاع البطاطس الحلوة دي. زودت كمان شوية من الحليب، وهبدأ ان انا اقلبها طبعا، وضفت الملح بتاعي والكلام ده كله، ظبطت كل الكلام ده كله، وعودين كده من الشبت على البطاطس بيبقى طعمه خرافي. مش كتير يعني، عودين شبت وبقدونس بيبقى تحفي يعني تحفة في البطاطس. المهم قلبت كل الكلام ده كله، وخلصنا كده البطاطس وخلصنا الجمبري وخلصنا الرز، وكانت الأكلة سريعة ما خدتش وقت خالص خالص خالص. وكمان لما رجعت عملت السلطة. هنا كنت نزلت ورجعت، انا شوحت الرز بس، لما رجعت حطيت المية على الرز وسويته زي ما قلتلك. ما تخليش المية بتاعة الرز الكشري كتير عشان ما يعجنش منك، ولا العدس كتير. خلاص، وضفت له ملح مش اكتر من كده والزيت بس، ما ضفتش اي حاجة تاني خالص. وتقريبا مكعب زبدة بيديله طعم تحفة 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 في الرز اللي هو الكشري ده. خلاص، بس كده هتاكلي احلى رز لما تضيفي له مكعب الزبدة ده. المهم جبت بقى القطاعة بتاعتي وقطعت السلطة بتاعتنا علشان خاطر يبقى الأكلة بتاعتنا كاملة متكاملة، مش ناقصها حاجة، سهلة وبسيطة وسريعة. وفي السريع أنجزنا كل حاجة. يعني الحاجة اللي هتقدري تعمليها قبل ما تنزلي اعمليها، ولا يعني لو اتبقت مثلا على الرز شوحيه زي ما قلتلك، ولما ترجعي ضيفي المية بتاعتك هتلاقي الأكلة بتاعتك بقت سهلة وسلسة كده ولذيذة وما فيهاش أي حاجة. وحتى كمان انتي كلتي الرز طازة. لما بتشوحي الرز وبتيجي تعمليه ما بياخدش منك وقت خالص، يعني يا دوبك هتغلي مية في الكتل وتنزلي بيه على الرز. خلاص، هو مجرد ما غلي ووطيتي عليه حاجات بسيطة خلاص هو رز استوى وبقى زي الفل معاكي. بس رحنا بقى عشان نتغدى. وقلت بقى ايه، خلاص اليوم بصراحة كان مشحون، نزول وطلوع نزول وطلوع ودروس وتمرين والكلام ده كله. فقلت لا خلاص بقى يلا خلينا بقى نتغدى وناكل ونشوف ايه اللي ورانا تاني، وهنعمل لسه الهوم ورك بتاعنا وهنذاكر والكلام ده كله. فتحت بقى الترابيزه وبعد ما غديتهم الحمد لله، يا ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا من غير حول منا ولا قوه. ودايما الدعاء ده تقوليه ويغفر لك كل ذنوبك. بس بعد بقى طبعا اكلة الجمبري دي، فلازم نولع عود بخور كده عشان يطيع اي ريحة موجودة ايه انتي ايديكي ما طلتهاش، او في الشقة طبعا بعد ما عملتي الكلام ده كله. ريحة البخور كتعطير مش اكتر من كده. بس ورحنا بقى كده ايه لحبة المواعين بتوعنا، وقلنا بقى ايه نلبس الجلافز بتاعنا ونشغل المية السخنة ويلا على بركة الله بقى نغسل حبة المواعين دول. ومع اني انا اصلا ما بحبش اسيب مواعين في الحوض، بس اليوم زي ما بقول لكم لما بيكون مشحون عندي انا بسيب كل حاجة وبنزل بصراحة. فلما برجع ببدأ ان انا واحدة واحدة كده بقى مع نفسي، وببدأ ان انا ايه اعمل. فخلاص ده الانسان يعني هو ايه شوية طاقة، لو موجودين هيقوم يشتغل، مش موجودين خلاص. فالحمد لله على كل حال، مادام بقى ايه ربنا مدينا كده الصحة والحمد لله. هي مش يعني مش قوية قوي، واليومين دول خلي بالكوا دور البرد شغال يعني جامد جدا جدا جدا. يعني انا واخده دور البرد ده، انا كنت متكومه كده في السرير مش قادره اصلا اقوم والله العظيم بجد. ويجي عليا بالليل احس ان نفسي ده مكتوم، وان صدري ده مش قادره اتنفس، وان انا مش قادره عايزه نفس حالا يعني. نفسي مكتوم مش قادره اخده، وفي حاجه في صدري مش طبيعيه. فخلي بالكوا الجو اليومين دول مش طبيعي، فخلي بالكوا على الولاد وخلي بالكوا الكلام ده كله. وحتى لما بينزلوا دروس او الكلام ده كله خليهم برضو يلتزموا بالكمامة، وهم هيبقوا زي الفل الحمد لله. وربنا الحارس طبعا والحامي، بس احنا بنعمل احتياطاتنا واللي علينا والباقي كله على ربنا. بس فاليومين دول كل الاطفال انا شايفاها حتى في التمرين، وانا بنزل التمرين مع بنتي كل الاطفال بتكح، كله تعبان، كله مريض بجد والله العظيم. اليومين دول الجو مش طبيعي يعني، خلي بالكوا
من الولاد، وخلي بالكم عليهم كويس جدا. حتى لو هياخدوا شاور، خلي الشاور ده بالليل قبل ما يناموا على طول، على طول، بحيث ان هم خلاص خدوه، هيناموا مفيش، مش هيتعرضوا لهوا، البلكونه مفتوحه، الشباك مفتوح، الكلام ده كله لا، منهم خلاص على النوم على طول، علشان تتفادي اي حاجه ممكن ان هم ياخدوها من الجو او الكلام ده كله. لا قدر الله، بعد الشر عليهم، ربنا يحفظهم يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين. الكر عنها يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. بس فطبعا مفيش اغلى من ولادنا، فربنا يحفظهم يا رب ويحميهم. وشطبنا كمان شويه المواعين في الحوض، وانا بخلص المواعين اول باول، ما بحبش اكوم، لان انا مثلا في ناس بتكوم المواعين تخليها ايه، دفعه واحده بالليل ابقى اخلص كل مواعين اليوم. لا، انا بحب ان انا اخلص كل حاجه اول باول. احب دايما اشوف الحوض بتاعي فاضي، ما بحبوش مليان. على طول شربت كوبايه بقوم اغسلها، اكلت في طبق بقوم اغسله، ده طبيعي. الحوض دايما لازم يكون مراية بالنسبة لي، اشوف فيه كده وشي، بجد والله العظيم. احبه دايما نضيف كده ومترتب، حتى يفتح نفسك ان انتي تغسلي المواعين، والله العظيم. الحاجة لما تكون نضيفة، النظافة دي يعني ربنا ما يحرمنا منها ابدا يا رب. والله العظيم في ناس تخشي بيتها فعلا 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 انتي مش قادرة تقعدي فيه، ما رغم ان بيتهم فخم جدا وقمة في الشياكة بس مش نضيف. النظافة هي اللي بتحلي البيت، هي اللي بتخلي البيت تقدري تقعدي فيه وتستحملي ان انتي تقعدي فيه وتبقي مش عايزة تمشي، او ان انتي كارهة البيت ده وعايزة تمشي منه حالا لان هو مش نضيف. فخليكي دايما كده منظمة ومرتبة في بيتك، والله هتلاقي كل حاجة عدت. احنا مضغوطين دروس والكلام ده كله ونزور وطلوع، بس الحمد لله ربنا بيهون وبيدي الصحة. فخليكي كده ايه نشيطة دايما في بيتك، حاجة حاجة والدنيا كلها هتبقى زي الفل. والحمد لله على كل نعمة ربنا بيديها لنا. واهم حاجة زي ما قلت لكم هي نعمة الصحة، مادام فينا نفس ونقول الحمد لله، وفينا حيل ان احنا نقوم ندي لنفسنا كوباية مية، الحمد لله على كل حال. فربنا يكرم يا رب الجميع، وما يحوجش حد لحد ابدا، ويديكوا كل واحد الصحة يا رب العالمين، اللي يقدر يشيل بيها نفسه وما يحتاجش لاي حد حواليه. اللهم امين يا رب العالمين. ولا اخ ولا اخت ولا الكلام ده كله، والله صدقوني. بس الحمد لله. فالمهم رشينا بقى كده ايه لودويك على رشيته على الحنفية بتاعتي، ورشيته في الحوض بتاعي، علشان اضيع كمان اي زفرة موجودة. يعني انا غسلته اكتر من كذا مرة، بس برضو لضمان النظافة اكتر، واي زفارة موجودة، لان احنا بنحط فيه كوبايات، بنحط فيه الكلام ده كله عشان ما ياخدش اي زفرة لا قدر الله من الكوبايات ولا الكلام ده كله. بس مسكته بقى، غسلت الحوض كويس جدا، والله لودويك ده حاجة كده رهيبة رهيبة. وفي حاجة كمان كنت عايزة اوريها لكم، بس ما صادفش ان انا ورقها. اسمها فلاش تقريبا. هو برضو بخاخ كده اسمه فلاش، انا بجيبه من سوبر ماركت بيم. ممكن كمان تلاقوه في فتح الله. حلو جدا جدا جدا. لو عندك حيطان بقى متوسخة، عندك قماشة متوسخة، الكلام ده كله بيضيع البقع في ثواني. بخي كده وسيبي كده البقع، هتلاقي نفسك اختفت البقعة دي، اختفت في ثواني. اسمه فلاش، بس ما تستخدموهوش طبعا طول الوقت، لان بيبقى تقريبا قوي، هو قوي مزيل قوي، سواء للدهون سواء للكلام ده كله. خلاص، يعني هاتيه لو في بقعة مثلا في الركنة بتاعتك مستعصية في الصالون في الكلام ده كله، وانت مش عارفة تطلعيها، بخي بس البخة هتلاقي الدنيا ايه، البقعة كلها راحت. ورحنا كده بقى كمان البوتاجاز، كنا ناخده في ايدينا كده بالمرة، بس كان مش متوسخ، اللي هي ايه ال- المرمطة اللي هي الجامدة قوي. فقلت هجيب البخاخ بتاعي اللي هو فيه ايه الكلوروكس الالوان والمية، وهبدأ ان انا امسحه كده من على الوش، اللي هو ايه مسحة عادية، والحيطة برضو من وراه والكلام ده كله. على فكرة الغطا بتاع البوتاجاز بتاعي اتكسر، يعني انا مش قصدي ان انا ما احطوش، لا هو اتكسر خلاص. فركنته على جنب بقى خلاص، بما انه كل شويه بيقع كمان من ورا البوتاجاز، ما دام اتكسر في النقل، فطبيعي ان انت ما دام بتنقلي في حاجات كتير قوي بتبوظ، حاجات كتير قوي بتتكسر. فالحمد لله يعني. المهم خلينا كده الحوض فاضي ونضيف ورايق وزي الفل، مفيهوش اي حاجه. وقلعنا كده الجلافز بتاعنا وسيبناه بقى ان هو كده على جنب ينشف. خلصنا البوتاجاز وخليناه زي الفل، والمواعين بتاعتنا زي الفل، والرخامات زي الفل، والمطبخ بقى مراية مدام نظيف. ومسحت كمان الارض،
وخلّيت الدنيا إيه كده متعطّرة، وولّعت كمان عود بخور علشان كمان ما يبقاش في أي ريحة زفارة خالص، وخلاص كده قضينا على ريحة الجمبري تمامًا. ولّعنا كده الشمعة بتاعتنا الهادية الرومانسية دي، طفّينا الأنوار، وعملنا بقى happy birthday to you. والفيديو النهارده كده كان خفيف، ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا معايا. لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ومع ألف سلامة.